القبض على أحمد مسعد اللي ولع في الراجل وخلع على مصر في نيويورك. ايه اللي بيحصل؟ في واحد مصري اسمه أحمد مسعد، عرضنا المشكلة والكارثة الكبيرة اللي هو عملها في نيويورك. بص كده على الفيديو ده. شاب مصري اسمه أحمد مسعد، الشاب دوت شغال على عربية أكل بتاعت عمه تقريبا أو واحد قريبه. المهم في حد اتضايق منه وحصل بينهم خلاف، فعمل فيه ايه؟ ولع فيه. زي ما بحكي لك كده. أحمد مسعد عمل الكارثة ديت في شهر مارس اللي فات. كل اللي عمله ان في واحد في كلاب جنبه او نادي ليلي، الراجل دوت راح عند العربية بتاعته بتاعت الاكل اللي هو شغال عليها وحصل خلاف، وبعدين الراجل رجع تاني مكانه. فاحمد مسعد بلع ازازة صغيرة فيها جاز من عربية عنده وراح على الراجل وولع فيه. الراجل اللي عنده 54 سنة خسر 20% من جسمه بسبب الحرايق. احمد مسعد اللي عنده 23 سنة اول ما حصلت الموضوع دوت خلع على طول وخد اول طيارة وراح على مصر. احمد مسعد بقى من نفسه رجع يوم 25 نوفمبر على نيويورك، وهو في المطار اتقبض عليه. احمد مسعد دلوقتي بيواجه تهم ضخمة جدا، اهمها واكبرها طبعا القتل العمد من الدرجة الاولى. طبعا احمد مسعد هيشوف محاكمة صعبة جدا وهتبقى الموضوع صعب جدا معاه، وزي ما قلنا قبل كده الجريمة لا تفيد، ولما يكون عندك مشكلة في حلول كتيرة قانونية تقدر تحميك، ولكن التصرف بالشكل دوت بيحطك في كارثة ليس لها أي حل. أحمد مسعد دلوقتي مجرم عمل كارثة كبيرة وهينال عقابه. شاركونا برأيكم على الموضوع. تحياتي لجميع لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.